عند رسم الخريطة لابد أن تتضمن عدة عناصر أساسية استنتجها من الخريطة. لكل خريطة مجموعة من العناصر الأساسية المهمة. عنوان الخريطة وهو توضيح لما تحتويه الخريطة من بيانات. مفتاح الخريطة دليل الرموز والألوان، وهو مجموعة من الرموز والألوان ويوجد في أحد أركان الخريطة في مربع أو مستطيل يساعدنا في قراءة الخريطة وفهمها. اتجاه الشمال، ما المقصود باتجاه الشمال؟ يوجد في أي خريطة سهم يشير إلى اتجاه الشمال، أهميته يساعدنا على تحديد باقي الاتجاهات، هذا هو الشمال والجنوب والشرق والغرب. الجهات تنقسم إلى جهات أصلية وجهات فرعية. الجهات الأصلية هي الشمال والجنوب والشرق والغرب. تتكون الجهات الأصلية من 4 جهات هي شمال جنوب شرق غرب، فالجنوب عكس الشمال، الجنوب عكس الشمال، والشرق عكس الغرب. الجهات الفرعية، توجد الجهات الفرعية بين الجهات الأصلية. تتكون الجهات الفرعية من 4 جهات هي شمال شرق جنوب شرق جنوب غرب شمال غرب. ما المقصود بالخريطة؟ وبما تفسر أهمية مفتاح الخريطة. مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. إذا كانت المسافة بين مدرستك وبيتك 500 متر وأردنا رسم خريطة للطريق بينهما، فإننا نستخدم مقياس رسم مناسب. فإذا فرضنا أن كل 1 سنتي على الخريطة بيساوي 100 متر على الطبيعة، فإن طول الطريق على الخريطة يكون 500 على 100 5 سم، لأن المسافة بين منزلك ومدرستك تكون على الخريطة 5 سم. كيف يكتب مقياس الرسم على الخريطة؟ يمكن كتابته بطريقتين: مقياس بياني 1 إلى 10,000 سم، أو مقياس خطي بالكيلو متر. أهمية الخريطة. الخريطة أهمية كبيرة، تساعد الإنسان على تعرف الأماكن ومواقعها، تساعد المعلم على الشرح، تساعد التلميذ على المذاكرة، يستخدمها كثير من الأفراد مثل الطيار والسائح. بعض المصطلحات المهمة. أهم مفاهيم المصطلحات: الأطلس مجموعة من الخرائط بمختلف أنواعها ومقاييسها لأي مكان من سطح الأرض. الصورة هي لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة التصوير. الخريطة رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان بمقياس رسم محدد. عنوان الخريطة توضيح لما تحتويه الخريطة من بيانات. مفتاح الخريطة مجموعة من الرموز والألوان ويوجد في أحد أركان الخريطة ويساعدنا على قراءة الخريطة وفهمها. اتجاه الشمال هو سهم يوجد في أي خريطة ويشير إلى اتجاه الشمال. قياس الرسم أن نكتب صواب أو خطأ. عدد الجهات الأصلية 5 جهات، طبعا خطأ. جهة الشرق يقابلها جهة الغرب، صح. يوجد على كل خريطة سهم يشير إلى جهة الشمال، صح. يمكن رسم الخريطة بدون دليل الرموز والألوان، لا، غلط. الشمال والشرق من الجهات الفرعية، غلط، من الجهات الأصلية. الخرائط والكتب من أدوات تعلم الدراسات الاجتماعية، مظبوط. ماذا يحدث إذا لم يحدد اتجاه الشمال على الخريطة؟ مش هنعرف بقية الاتجاهات، مش هنعرف الجنوب ولا الشرق ولا الغرب. رسمت الخريطة بدون عنوان، مش هنعرف هي الخريطة دي بتاعت ايه بالظبط. اكتب المصطلح الجغرافي الذي يشير اليه كل عبارة من العبارات الآتية: رسم توضيح لسطح الأرض أو جزء من الخريطة، مجموعة من الرموز والألوان ويوجد في أحد أركان الخريطة داخل مستطيل أو مربع. ده اللي هو مفتاح الخريطة. النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، ده مقياس الرسم. تعد الخريطة من الأدوات المستخدمة في تعلم الدراسات الاجتماعية. المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة يدل على مقياس الرسم، يساعد اتجاه الشمال في تحديد باقي الاتجاهات. من أمثلة الرموز المستخدمة في الخريطة: وردة الخريطة، اتجاه الشمال. الجهات المقابلة لجهة الغرب هي جهة الشرق. سجل مقصود بكل مصطلح من المصطلحات الجغرافية الآتية: الخريطة، مقياس الرسم، الصورة، مفتاح الخريطة.